واش عمرك تسألتي واش فعلا أن المكملات الغذائية صحية ولا غير حاجة تسويقية الناس كاملين تابعينها بلا ما يفهموها؟ أنا اليوم إن شاء الله غنعطيك الرأي ديالي الصريح وعلاش أنا ما كنستعملش المكملات الغذائية. أول حاجة خصنا نعرفوها هي أن الجسم ديالنا مبرمج باش يخدم بالماكلة الطبيعية ماشي بالبودرة. وباش تعرفوا واحد الحاجة بأن الماكلة الطبيعية فيها كل شيء اللي الجسم كيحتاجه من بروتين من معادن من الياف وفيتامينات الى اخره. يعني الماكله الطبيعيه هي اللي مبرمج بها الجسم باش ياخذها ويستعملها باش تبني بها لا عضلات ولا تكون عندك واحد لوكور قوي، وتقدر ان غير بالماكله الطبيعيه تقدر تكون عندك واحد الجسم رياضي مزيان وواحد الفورما على حساب النيفو ديالك وعلى حساب الجينات اللي عندك. واهم حاجه في الماكله الطبيعيه كتلقى فيها مجموعه ديال المكونات اللي الجسم كيحتاجها وكيعرف يتعامل معاها. ما كتلقاش بروتين بوحدو ولا كارب بوحدو، كتلقى فيها بزاف ديال الحوايج ولا الخصائص اللي كيكونوا في ديك الماكله. داكشي علاش الجسم ديالنا كيحتاجها وكيعرف كيفاش يدير يتعامل معاها. ولكن المشكل فين كاين هي ملي كنستعملوا المكملات الغذائيه كنلقاو ماده وحده مركزه بحال البروتين ولا الكرياتين وكنوليو نستعملوها بكميات كبيره. وهنا كيبدا المشكل، حيت الجسم ديالنا ماشي مخلوق باش يستقبل هاد الشيء بهاد الطريقه. وحاجه اخرى، بزاف ديال هاد المكملات كيدوزو من واحد المرحله ديال الحراره والتحويل ديال ديك الماده الطبيعيه اللي مخرجين لنا منها البروتين ولا الكرياتين، كدوز من واحد المراحل باش يعطيونا بروتين بوحديتو ولا كرياتين بوحديتو. وهذا الشيء ما كيخليهمش يكونوا طبيعيين 100% كيف ما تيقولوا، لانه كاين واحد النوع ديال الناس تيقول لك بان المكملات بحال الماكله كتبقى طبيعيه، وما كايناش شي حاجه طبيعيه من غير شي حاجه اللي دارها لنا الله سبحانه وتعالى وعطاها لنا هو، لانه عارف الاهميه ديالها وهو اللي خلقها. يعني غادي تكون 100% طبيعيه، ماشي بحال المكملات اللي صنع ديال الانسان واصلا دايزه من واحد المراحل اللي ما خداماش الجسم. ونعرفوا واحد الحاجه بان دوك المكملات وحتى الا كان الاصل ديالهم طبيعي، منين كنفصلوا ديك الماده على المكون ديالها الاساسي اللي هو اصلا تيكون طبيعي، فراه كتفقد داك التكامل الطبيعي اللي عطاه الله سبحانه وتعالى، واخا تكون مستخلصه من ماكله طبيعيه. وزيد عليها ان الجسم ديالك ذكي كيقدر يصوب بزاف ديال الحوايج بوحدو بحال الكرياتين. فالجسم ديالك كيحاول يصنعو من احماض امينيه اللي كتاخدها من الماكله ولا من التغذيه ديالك اللي كتكون طبيعيه. يعني الا كانت عندك ماكله طبيعيه متكامله فراك ما محتاج لاي مكمل كيف ما بغى يكون نوعه. فبالنسبه للجسم ديالك هو ماشي واحد الاله بسيطه، هو واحد النظام معقد خصو واحد التوازن. بالنسبه لي انا احسن حاجه تقدر تعطي الجسم ديالك هي واحد التغذيه طبيعيه، واحد التدريب منتظم وراحه كافيه، ماشي اختصارات صناعيه. الا بغيتي تبني واحد الجسم قوي بنيه بطريقه يقدر يعيش بها ماشي غير يبان بها. وإلا بغيتي واحد الجسم قوي وصحي بلي انا رجع للاصل ديالك اللي هي الماكله الصحيه والتدريب يكون منتظم. بالنسبه للمكملات كتبقى اختيار، ولكن التغذيه هي الاساس لاي واحد كيتريني وحتى الناس اللي ما كترينيش. يعني التغذيه الصحيه هي اساس اي حاجه بغيتي توصل ليها. باش نختم هذا الفيديو هذا، المهم كنتمنى ان الرساله ديالي تكون وصلت على المكملات الغذائيه، وما بغيتش نكون واحد النوع اللي كيضرب في المكملات الغذائيه. حاولت انني نبسط لكم بان المكملات الغذائيه ماشي ضروريه وتقدر انها مع المده تضرك، حيت كاين واحد النوع ديال الناس كيوليو كيستعملوا المكملات كيولي هما الاساس ديالهم. يعني كل ما تقدمتي في النيفو كتولي تحتاج لداك الشيء اكثر، وان فوا كتقطعو ما كيبقاش عندك واحد الريزلطه كيف ما باغيها. يعني كيولي الاساس ديال التكميل ديالك في ديك الرياضه وهي انك تستعمل المكملات بزاف. كنلاحظوا كاينين بزاف لي زاتليت ولا بزاف الناس متقدمين في النيفو كيستعملوا داك الشيء بزاف، كيستعملوا كرياتين بروتين المعادن، يعني كيستعملوا بزاف ديال الحوايج
يعني كتلاحظ بانه واخا يكون كياكل كيقول لك هو كياكل ماكله صحيه وماكله متوازنه، فراه الاعتماد ديالو الاكثر هو على المكملات الغذائيه. وإلا وصلتي لهاد المرحله هذه فراك ما عمرك غادي تقدر تطلع، تقدر تستمر الى قطعتي دوك المكملات، وتقدر يكون عندهم اضرار مع الوقت، لاننا عارفين بان الرجال عندهم ما فوق 30 كيبدا يهبط لهم التستوستيرون، ويقدر يكون عندهم خلل هرموني من بعد. يعني الا بقيتي تستعمل داك الشيء حيت انت ما عارفش الاضرار ديالو من بعد، ولا داك الشيء اللي ما كتحسش به اصلا ديك الساعه يقدر يضرك مع المده. اخر هذا الفيديو هذا، الى عجبك هذا الفيديو ولا هذا المحتوى هذا، خلي واحد لايك، واحد الكومونتير زوين، وشاركني حتى الراي ديالك، ودير مشاركه للقناه.